مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأريكم طريقة سحب شهادة الملكية بالنسبة للتحفيظ العقاري. فقط ما عليك إلا أن تكتب aincfcc.gov.ma. تعطاك هذه الواجهة، يعني الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. بعد ذلك تعطاك هذه الواجهة، سأضع لكم الرابط في الوصف للدخول إلى هذه الواجهة. فقط ما عليك إلا أن تضغط على طلب، تضغط هنا على طلب. بعد ذلك تعطاك هذه الواجهة، تضغط هنا على طلب شهادة الملكية. بعد ذلك تختار هنا particulier، يعني خاص بك، يعني particulier. تعطاك هذه الواجهة. بهذه الواجهة تقوم بملء جميع المعطيات الخاصة بك من اسم ونسب واسم شخصي، وكذلك تختار هنا الاختيار لا سي ان اي. بعد ذلك ليدونتيفيون ديال لا كارت ناسيونال والادريس والبريد الالكتروني. بعد ذلك تقوم بملء هنا الاختيار المدينة. تختار هنا المدينة، اختيار المدينة من هنا. مثال أنا سأختار مدينة أسفي. وهنا بعد الاختيار هنا تكتب النيميرو ديال مثال ديال الوثيقة ولا ديال الملكية. مثال سأكتب هذا النيميرو. بعد ذلك تختار لانديس. بعد ذلك تضغط هنا على انغوجيستري اي اجوتي. بعد ذلك هنا تدخل هذا الكود، ولكن سأقوم بملء هذه المعطيات لكي أتمم. بعد كتابة هذه المعلومات فقط ما عليك إلا أن تكتب هذا الرمز. بعد ذلك تضغط هنا على هذا المربع وتضغط هنا على سويفون، يعني يجب عليك تضمين أو لا. قالوا لي هنا أن الرمز خطأ، يعني سأقوم بكتابة هذا الرمز الآخر. انتبهوا، يعني يجب كتابة الرمز كتابة صحيحة هكذا. سأقوم بكتابته. نعم لقد كتبته. بعد ذلك تضغط هنا على سويفو، يعني هنا ديسبونيبل، لو تيتر اي ديسبونيبل. فقط ما عليك إلا أن تكتب هنا رقم الهاتف الخاص بك. بعد ذلك تضغط هنا على هذا، تكتب هذا الرمز مرة أخرى هكذا. بعد ذلك تضغط هنا على فيريفي لو نيميرو، يعني يرسلون لك رسالة، يعني الكابتشا خطأ، يعني كتبتها خطأ، يعني سأعيد كتابتها. جي اكس تيري، يعني يجب أن تكتب كتابة صحيحة. تضغط هنا على فيريفي. نعم سأتوصل بكود سأدخله هنا من أجل التحقق من رقم الهاتف. سأتوصل به الآن وأقوم بكتابته. هذه هي الطريقة، سأكتبه وأريكم. ننتظر أن نتوصل به. لقد توصلنا به، فقط أنا هنا من أجل الشرح هكذا. بعد ذلك تضغط هنا فاليدي لو كود. بعد الضغط على فاليدي تضغط هنا على باس فاليدي. بعد ذلك تضغط هنا على باسي لا كوموند، يعني تضغط هنا على باسي. من عندما يتم الفاليداسيون ديال هذا الكود تقوم بالضغط على باسي لا كوموند وتدخل رقم البطاقة الائتمانية، وسيتم إرسال لك تقوم بدفع 100 درهم من أجل التحقق. بعد ذلك يرسلون لك طلب الملكية. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. هذا كل شيء في الشرح.